الأكلة دي من أكتر الأكلات القريبة لقلبي، لو أكلتها كل يوم عمري ما هزهق منها. ناس كتير بتخاف تعملها تفشل، أنا هقولك على كل الأسرار والتريكات تخليها تطلع معاكم ناجحة من أول مرة، مستحيل هتفشل معاكم. أول حاجة بعملها بعد ما بغسل الحمام وبنشفه كويس جدا، ببتدي ان انا افصل الجلد كويس جدا عن اللحم وبالراحة عشان الجلد ما يتقطعش. أهم حاجة الجلد ما يتقطعش مننا عشان الحمام ما يفرقعش أو يخرج رز كتير منه. بعد كده بقى ببتدي ادلعه واعمل له مساج بسمنه بلدي قبل ما اعمل فيه اي حاجه، وهو ني كده بيبقى حلو قوي بالفرشه كده، وبدهنه جوه البطن وتحت الجلد كويس قوي. بعد كده بدلك الحمام كويس جدا ببصل عليه ملح وفلفل تحت الجلد برضو جوه البطن، بدلكه كويس جدا جدا. بعد كده بعمل الرز بسمنة بلدي بس، حطيت 3 معالق كبار من السمنة وعليهم بصل مفروم ناعم. بقلب البصل كويس لحد ما يبتدي ان هو يدبل. بحط عليه معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة من جوز الطيب، معلقة صغيرة من 7 بهارات، مكعب مرقة، ومعلقة صغيرة من الملح. وبقلب البهارات بس مش بقلب البهارات كتير عشان ما تتلسعش، هو يدوب تقليبة بس كده تطلع ريحتها. بعد كده بقى بحط معلقتين كبار من العسل الاسود، بيدي لون وطعم حلو جدا في الرز. نفس الوصفة دي ممكن تعملوها بالفريك بس انا بحبه اكتر بالرز، يعني هي المكونات للفريك الطريقة واحدة. بعد كده بنزل على البصل بكوباية واحدة من الرز المصري المغسول ومتصفي كويس جدا من المية. الاربع حمامات بياخدوا كوباية واحدة من الرز. قلبت الرز كويس في البصل. بعد كده نزلت عليه بنص كوباية من المية. مقدار الرز بيكون ضعف مقدار المية، لان احنا عايزين الرز يكون مستوي نص سوا عشان يكمل تسويته جوه الحمام. بس هغطيه واسيبه يتشرب المية دي، وبعد ما يتشرب المية ويكون نص سوا كده بالشكل ده بسيبه يبرد الاول قبل ما احشيه. بعد ما الرز يبرد ببتدي ان انا احشي جوه البطن، بس ما تكبسوش الرز قوي لان هو لسه ما استواش تسويه كامله، فهينفش وحجمه هيتضاعف. فانا بحط جوه البطن يعني حوالي معلقه كبيره، وببتدي ان انا احشي تحت الجلد. يعني بتخلوا الحمام زي الممبار كده بيكون مبطط شويه، ما بيبقاش مليان رز قوي. اعملوا حسابكم ان هو لسه هينفش تحت الجلد علشان الحمام ما يفرقعش مننا. فانا بحط الرز وبعدين بشوف هو محتاج تاني ولا لا. بخلي الرز على البطن من الجناب بس، ما بيبقاش موجود كتير في نص البطن، بنزله كده للجناب وبشوف بقى هل هي محتاجة رز تاني ولا لا. طالما لسه محتاجة وفي اماكن فاضية بحط، بس اهم حاجة ما يكونش المكان متكبس بالرز، بيكون بس زي الممبار كده. بصوا بيكون مبطط كده زي الممبار كده، عمره ما هيفرقع معاكم. بشيل اي رز زيادة من عند البطن لان الحمام بيقفل اول ما بيتحط في المية وبيطرد الرز الزيادة. وبكتفها بقى كده بالشكل ده علشان الرز اللي جوه في البطن ما يطلعش. بعد كده بقى بسخن مية فيها ورق لورا وحبهان، وببتدي ان انا انزل الحمام فيها
بس حاولوا برضو على قد ما تقدروا الحلة اللي هتسلقوا فيها الحمام ما تكونش صغيرة عليهم، يعني حط على قدها بالظبط عشان برضو ما يفرقعش، عشان مش هيبقى فيه مكان اصلا. بعد كده هحط عليهم كمان بصل وطماطم عشان الشوربة، وبحط الملح ورشة من الفلفل. الحمام بياخد نص ساعة بالظبط في التسوية، نص ساعة مش اكتر من كده، عشان يطلع معاكم رز مستوي ومش معجن. لو زاد عن كده هيعجن معاكم. بصوا الحمام ما شاء الله ما بيفرقعش ولا اي حاجة، عشان مقدار الرز كان مظبوط. واخر حاجة بقى بحمره في سمنة بلدي. طبعا تقدروا تحمروه في الفرن، تدهنوه سمنة او زيت، تحمروه في الفرن لو انتم مش عايزين تقلوه. انا بصراحة بعشقه كده، بيفرق يا جماعة والله. يعني انا عارفة ان الصح ان احنا نحمره في الفرن، بس انا مش بعرف اكله غير كده. بياخد طعم تحفة، وبيكون الحمام من بره كده مقرمش كده وطعمه كريسبي قوي. بحمره بقى في سمنة بلدي على الوشين لحد ما ياخد اللون اللي انا عايزاه، وبس كده هتاكلوا احلى حمام في الدنيا. بحب بقى احط التاتش الاخير وادهنه سمنه بلدي اول ما يطلع كده من القلي. طب ما انا قليته في سمنه بس بحب احط تاني. حقيقي طعمه بيبقى تحفه. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب، واشوفكم في فيديو جديد.